بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير الفلاحي المشلتت، وإزاي يطلع طري ومورق معاكي وجميل بطريقة سهلة جدا. هتعملي أكبر كمية من الفطير في وقت قصير. شايفين الفطير اللي معايا مورق وجميل وطري. شايفين ما شاء الله طراوة الفطير اللي معانا. هتمشي على نفس الخطوات هيطلع معاكي الفطير مورق وجميل، ومش هتشتريه تاني من بره. شايفين التوريقة اللي في الفطير والطراوة ما شاء الله. طبعا الفيديو بيتكلم عن نفسه. شايفين التوريقة والفطير طري جدا معانا. معانا 2 كيلو من الدقيق منخولين قبل الاستخدام على طول. بضيف عليهم 4 معالق كبار من السكر، ومعلقتين صغيرين من الملح. وهنقلب السكر والملح مع الدقيق كويس جدا. ولو هتعملي الفطير في الحر هتستخدمي مية فترة من الحنفية، ولو الجو برد هتستخدمي مية دافية، وممكن تستخدمي نص المقدار. يعني هتعملي 1 كيلو من الدقيق، وهتنصصي كل الكمية اللي حطيناها السكر. هتستخدمي على كيلو الدقيق 2 معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. طبعا مش بنضيف على عجينة الفطير اكتر من كده. بنستخدم مية ودقيق بس، مش بنستخدم اي خميرة في عجينة الفطير. بنبتدي نضيف المية بالتدريج وبنقلب لحد ما تتكون معانا كورة، والدقيق كله يتلم ويكون كورة واحدة. لحد ما توصلي للقوام المطلوب، او لحد ما توصلي لعجينة تكون طرية ومفتوحة، علشان الفطير يكون طري وجميل جدا معاكي. كل ما العجينة كانت طرية الفطير هيطلع معاكي طري وجميل. بتضيفي المية بالتدريج لحد ما كل الدقيق يختفي، وتتكون معاكي عجينة طرية وبتلزق في الايد، وهو ده المطلوب. كل ما كانت العجينة طرية الفطير هيطلع معاكي طري. شايفين هي دي العجينة المطلوبة، عجينة طرية وبتلزق في الايد. بنسيبها ترتاح شوية وبعدين بنرجع لها علشان تكون سهلة معانا في العجن وما تاخدش معانا وقت كتير. نيجي للزبدة اللي معانا. لازم تكون الزبدة طرية جدا بدرجة حرارة المطبخ، ولو الزبدة ناشفة ممكن تحطيها في الميكروويف علشان تكون طرية معاكي. وانا هستخدم زبدة وسمنة، يعني هستخدم خليط من الزبدة والسمنة مع بعض. هنا العجينة بعد ما ارتاحت معانا شايفين بقت طرية جدا، كأنك بتعجيني فيها بقالك ساعة. هنعجنها كمان مرة كويس جدا. اهم حاجة لنجاح الفطير معاكي لازم تعجني الفطير كويس جدا. ولو ايدك بتلزق في العجينة ممكن تمسحيها بزيت وتعجني، او بخليط السمنة والزبدة
وتعجني لحد ما تتكون معاكي عجينة طرية وسطحها أملس. هتعجني بالشكل ده، ودي أهم خطوة لنجاح الفطير، لازم يتعجن كويس جدا. شايفين هي دي النتيجة اللي محتاجينها في عجينة الفطير. شايفين السطح بقى جميل وأملس بالشكل ده. هنقسم العجينة اللي معانا ل4. لو محتاجة الفطير كبير، المقدار اللي معاكي هيعمل 4 فطير كبير. وبعدين بقسم كل كورة على 2 كمان، هيكون معانا 8 كور. بنكور العجينة ل8 كور، ونغلفهم بالزيت كويس جدا، وبنسيبهم يرتاحوا شوية كمان علشان يكون سهل معانا في الفرد. بدهن الطبلية اللي معايا او الرخامة بتدهنيها بزيت، وبعدين بتفردي الفطيرة. هتتفرد معاكي بكل سهولة علشان معجونة صح، وسبناها شوية ترتاح. بفرد بالشكل ده، هتتفرد معانا بكل سهولة. شايفين العجينة اللي معانا مش بتتقطع ولا اي حاجة، علشان معجونة كويس جدا وسبناها ارتاحت. بتفرديها وبعدين بتغطيها بالسمنة والزبدة بالشكل ده، وبعدين بتطبقيها كأنك بتطبقي ورقة معاكي. وبندهن بالسمنة، وبنطبق العجينة بالشكل ده. طبعا الكورة دي بتعملك فطيرة صغيرة. بنسيبها ترتاح على جنب. بشد العجينة بالشكل ده وبكورها مرة كمان، وبسيبها ترتاح، وبعدين بنفرد كورة تانية. شايفين ما شاء الله العجينة طرية جدا وبتتفرد معانا بكل سهولة. بفردها كويس بالشكل ده على السطح اللي معايا كله. انا هعمل الفطير اللي معايا حجمه كبير، فهستخدم كورتين من اللي كورناهم. بجيب عجينة من اللي فردناها في الاول، وبطبق عليها العجينة التانية اللي فردناها بالشكل ده. وزي ما قلتلك لو محتاجة الفطير صغير ممكن تستخدمي كورة واحدة بس، بتسيبيها ترتاح وبعدين بتفرديها، هتكون معاكي فطيرة صغيرة. بشد العجينة بالشكل ده بعد ما طبقناها، بنشد وبنكورها وبنسيبها ترتاح في الصاج اللي هنخبزها فيه. بدهن سمنة كده من تحت او زيت، وبنسيبها ترتاح، وبدهنها من فوق كمان بالزبدة والسمنة اللي معايا. وبنكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. بجيب كورة كمان وبنفردها.
وبعد ما بنفرد العجينة اللي معانا كويس جدا بندهنها بالزبدة. بتفرديها كويس جدا حتى الأطراف بتفرديها كويس جدا، وبعدين بتدهني بالزبدة والسمنة. ولو حابة تستخدمي سمنة بس أو زبدة بس ده براحتك. وبنجيب كورة كمان من الكور اللي فردناها في الأول وارتاحت معانا. وبلف عليها العجينة التانية اللي فردناها بالشكل ده. وفي كل مرة بنطبق فيها الفطير بتدهني بالسمنة، علشان ده هو اللي بيعمل التوريقة اللي في الفطير. بطبق الفطير بالشكل ده، بنعملها كورة وبعدين بنسيبها في الصاج اللي هنخبزها فيه علشان ترتاح كمان. ودي بتكون آخر مرحلة، وبعدين بنفردها للخبز. بسيبها كده في الصاج اللي هنخبزها فيه وبندهنها من فوق بالسمنة وبنسيبها ترتاح. هنا ده الفطير بعد ما ارتاح معانا. شايفين تلاحظي ان هي لوحدها اتفردت في الصاج. بتفردي الفطير بالشكل ده، وبتحاولي ما تفرديش الفطير جامد علشان يكون ليه طبقات من جوه كتير ويكون شكله جميل. وبندهن من فوق بالزبدة. بنفرد واحدة كمان. شايفين علشان العجينة ارتاحت بتتفرد معاكي بكل سهولة. وبتحاولي تخلي كل الفطيرة سطح متساوي. وبندهن من فوق بالسمنة. وبعدين بندخلهم الفرن على درجة حرارة عالية. طبعا بتكوني مسخنة الفرن من قبلها. هنخبز الفطير اللي معانا في فرن البوتاجاز، وبتدايري الصيجان يمين وشمال لحد ما الفطير يستوي معاكي وياخد لون واحد من فوق ومن تحت. شايفين الفطير اللي معانا خلاص استوى من تحت ومن فوق وخد لون جميل، مع ان الفطير لسه سخن. الفطير طري معانا وجميل ازاي. لو البوتاجاز عندك بيشتغل من تحت بس بتسوي الفطير من تحت، وبعدين بتشغلي الشواية من فوق لحد ما ياخد لون جميل. وهنا ده الفطير اللي معانا. شايفين منتهى الطراوة وجميل جدا مع انه لسه سخن. بتسيبيه يبرد شوية وبعدين بتحطيه في كيس علشان يكون طري معاكي. شايفين الفطير في منتهى الطراوة وجميل جدا. والمقدار اللي معانا عمل 4 فطير كبير. ولو عايزة الفطير صغير زي ما قلتلك ممكن تعملي كورة واحدة بس هتطلع معاكي فطيرة صغيرة. تعالوا نشوف الفطير من جوه عامل ازاي، والتوريقة اللي في الفطير عاملة ازاي.
شايفين التوريقة اللي معانا في الفطير، ودي كمان الفطيرة اتفردت معانا جامد. فتلاحظي ان التوريقة اللي فيها قليلة، لكن الفطيرة اللي عملناها في اول الفيديو كانت التوريقة جميلة علشان ما فردناش الفطيرة جامد. شايفين الطراوة اللي معانا في الفطير، والتوريقة جميلة جدا. طبعا مفيش اسهل من الفطير لو مشيتي على نفس الخطوات. هيطلع معاكي الفطير في منتهى الجمال، وبتقدميه مع العسل والجبنة المفضلة عندك، وبألف هنا.